السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ندخل الموضوع نيشان. فعلا ملف زنا المحارم لا يشبه بتاتا ملف التجارة في البشر ببساطة، لأن في زنا المحارم البنات أو الأسرة سي محمد بوكريشة كان هو ولبنى، هو ويسرى وحتى فاطمة الزهراء كانوا محتاجين لبنى تشهد شهادة الحق، وشهادتها أنا ما كاينش بين الأب أو ما شافتش هي، على الأقل هي مدة إقامتها مع هذه الأسرة ما شافتش شي حاجة تدين لا الأب ولا البنت، في حين أن التجارة في البشر لبنى محتاجة أن البنات يشهدوا شهادة حق في لصالحها، أنها فعلا كانت امرأة أب كما كانوا يقولون أو يصرحون في فيديوهاتهم يوميا. ما يجيش شي فيديو ديروا يسرى أو ديروا فاتي أو ديروا أم يوسف أو يديروا السي محمد بوكريشة إلا وأنهم يشكرون ويشكرون ويشكرون شكون لبنينو وتيقولوا انها مرة اب، يعني موفره لهم كل شيء، وحتى انهم داروا لها برانكات وكانت تهضر لبنينو وتتقول لها اليسرى ياك ما كنتش مده 8 شهور قبل ما نحمل ما خليتكمش تمدوا يديكم في الماء، يعني ما هزيتوش كاس من الارض. وهذا كان برانك اللبنى اللي كانوا دايرين راسهم على اساس انهم كانت حامله وما باغينش يعاونوها في الشغال، وزعما كيفاش انت حامله وكذا وكذا وكذا. زنا المحارم كانوا قلتي ابانورارا، هذا كان يعتمد على الشهور، وكاين اللي قلب الشهاده ديالو وكاين اللي انسحب. اما التجاره في البشر فانتم تعتمدون عليها الاعتماد الكامل على المقاطع اللي الفيديوهات اللي تتبين ان لبنينو بهذوك المقاطع بغيتوا تدخلوها 5 سنين الحبس، هي اقل ما يمكن، على اساس انها تتاجر ببنات رجلها. واستغليتوا الخلاف وخديتوا المقاطع او المقطع ديال هذيك البنت يسرى وهي تتقول كانت تتقول لي شوفي انت دابا 17 عام تكون عندك نص الدار وخدمي وديري وكذا. إذا نتوما اعتمدتوا على خرجات لبنى، على فيديوهات لبنى كما كنتوا في الأول قبل الاستئناف اعتمدتوا على الفيديوهات ديال سي محمد بوكريشة مع بنته اللي باءت بالفشل الذريع وحكم على أساس أصلا ربما رفضت حتى ديك الفيديوهات أنها تناقش، لأنها فيديوهات نشرت على الملأ أو فيديوهات صورها الأب والبنت ديالو مع العائلة كلها، فيديوهات عائلية تمت مشاهدتها من الجميع وكانوا عاديين. بابا شو عجبك ما عرفياش وتتشوف ودوك والمقاطع وقطع من هنا ودير من هنا، بحال اللي درتو الفيديو اللي كانت لبنينو واقفه، هذاك ما بقيتوش تهضروا عليه، واقفه وجات البنت دخلات فجاه وهي قالك شي تيقول لابسه الستيامات، ولكن البنت قالت لك كنت لابسه عادي بحال اللي تيخرجوا بزاف الناس برا هكاك، كان صاد ديباردور والشورت، فهمتي؟ ديباردور والشورت بحال اللي بانت ربما نفس الطريقه اللبس اللي بانت بها مع الام مؤخرا في البحر ديال فين مشات، ياك في البحر اللي فين مشات. اذا السي محمد بوكريشة دار تجاره بالبشر على داك فيديوهات تشبه ديك الفيديوهات على فاتي حتى هي نفس الخرجه، وعلى بعد ما خرجت الإصلاحية ومنع القاضي الأحداث أنها تصورها، ياك والولاد تاهما خرجات فحتى هي ربما تحاكم على غادي نهضروا على مبدأ أن ربما مرات الأب تحاكم بهذوك الفيديوهات على أساس أنها كانت تتاجر بالبنات، فحتى الأم تاجرت بالبنات وما كانش عندها ترخيص. وعاد دابا كنتو تتقولوا دابا عليك اليسرى راكي تولدي ما تحلميش تصوري بولدك، ولا صورتي بولدك راه يمكن ياخذوا لك الحضانه وربما ويدير بك شكايه، ربما توصلي لابعد من ذلك انه ربما يدير عليك شكايه تجاره بالولد ديالو، عينك. فهذا الشيء علاش يطبق على يسرى وعلى لبنى وعلى السي محمد بوكريشة، في حين انه ما يمكنش يطبق على سعاد لانها الام، لأن الأم
اما مراه الاب بغيتو تدخلوا الناس مخهم ان مراه الاب غير خضره فوق طعام، بحال اللي قلت لكم تصبن تعجن طيب تسهر، تقري فاتي، تخلص عليها المدرسه، تخلص الدار، تخلص على بات فاتي وبات يسرى وبات محمد وبات خواتاتهم الذكور جوج اللي تفتخر بهم، قالت كان عندي رجال سعاد وراجل سعاد، تخلص عليه المده السجنيه ديال سنتين وهي تتخلص عليه القفه بحال اللي تيقولوا او المصروف، حيت ما بقاتش القفه فهمتي، لا مصروف صحيح 4000 درهم في الشهر ما تيقولها غير الفم، راه تيخدم فيها الواحد تي عواج ياك. ف معليش تخلص الكرا والضوء والماء والانترنت ومصاريف الدواء وشنو اخر. المحامون اللي هي ما عندهاش يد، هاد البنينو فيهم بتاتا ما عندهاش يد فيهم فهمتي، اللي جايين من جهه ديك الام تدخل بطرف مدني، ترول الدنيا، تخرج تعاير، تشكك في بنوه زنوبه انها لا، هي قالت لك هذيك بنت يسرى، قالتها هكا راه ما بغاش يفهم. وفهموني بنت سي محمد بوكريشه ومسجله على اسم لبنى، وبنتي قالت لها يا ماما اجي يا ماما، فهموا اجي يا ماما وفهموا لا والله لا فهمنا ويلي، ونكتبوها لك المشاهدين ديالك، راه كتبوها لك، راه فهمنا ان بصح عندك الحق، يسرى راه بنتها زنوبه ياك. ومعايا واحد المشاهده اللي ديما تتقول لي قسما بالله وتتحلف وتعطي قلبها ان زنوبه ماشي بنت لبنينو، لان لبنينو ما تتولدش فهمتي. بحال اللي كان قالها واحد الاخ اللي ما نقولها الخزان، راه هو اعتذر عموما، قال لك لبنينو مشى واحد الطبيب قال لك محيده لها محيده لها الوالده ياك، وكاين اللي قال انها فيها تيرويد ما يمكنلاش تولد، ما شفت بزاف الناس فيهم تيرويد وولدوا ولادهم نورمال، وتيبقاو خلال الحمل بعد ما تدوز 3 شهور من الحمل او الشهر الرابع تيبداو ياخذوا الدواء ديالهم التيرويد، عادي تياخذوا التيرويد باش يعوضوا التيرويد اللي عندهم ناقص، باش ما يجيش الولد قازم او مقزم، ما يجيش قصير القامه فهمتوا. واشياء اخرى وتا هو يوصلوا من الثايروكسين اللي محتاجه، تا هو محتاجه كما انها تكون محتاجه حتى الام باش تقدر تاخذ هي وتعطي للولد. هذا على حسب ما فهمت، يعني معلوماتي البسيطه جدا. اذا فعلا القضيه ديال الزنا المحارم شي قلت فيها شهود، والشهود فيهم يشهدوا وفيهم ما يشهدوش، اما قلت الفيديوهات فهي فيديوهات لا تتغير. وانتم اعتمدتوا على نقولوا على 3 الفيديوهات. الفيديو اللي دخلت فيه فجاه، واحد الفيديو شفت عند هذيك خدوج مولات هذاك الروج، قالت لك غتفاجئنا بحاجه اخرين، قالت لك تتقول لها لبنى، تقول لها سيري القدام فاش يعني سيري القدام عندها بزاف د المعاني. ربما ملي دخلت عليها على الكادر كانت تجر الكروسه وسميتو ودخلت عليها الكادر، قالت لها سيري القدام باش تخرج من الكادر ديال الكاميرا. ربما قبل ما حنا ما سمعناش شنو قالت لها البنت اللبنينو، ما سمعناش شنو قالت لها فين نمشيو منين نمشيو، لانهم غاديين في واحد المول، يمكن جاوبتها عادي جدا، قالت لها سيري القدام، غنمشيو للقدام ما نمشيوش اليمين ولا الشمال. ومن حسن حظ الشحابره وسوء حظ لبنينو ديك السيره للقدام شرحوها هما ان سير القدام باش هي تزومي لها على المؤخره وتتجر لها على المؤخره ديالها واسفه يعني. وقال لك والبنت سارطه الجام والبنت مدخله العبايه ديالها في، ما كانت لا سارطه لا الجام لا والو، البنت مدخله عبايتها في السليب. واش نتوما تظنوا ان راه لبنينو كانت تتحارب معاهم من هذه الناحيه هذه ديال طريقه اللبس وطريقه، حتى انها قالت لك كي كانوا في الحسيمه قالت لهم انا خليت لهم واحد مساحه من الحريه باش يلبسوا اللي بغاو. هذا دليل اخر ان لبنينو تتشدد عليهم في اللبس، وبما ان الحسيمه مكان سياحي، مكان فيه البحر، ومعظم الناس اللي تم قدام الشاطئ تيلبسوا غير اشياء شبه عاريه، يعني تتجبرهم لابسين المايو من تحت حاطين فوق منه غير شي لعيبه، او حط عليها غير فوطه وغادي ديال البحر، او حط هذيك كاشمايو، هذا عادي جدا مكان سياحي. فهي
ما سمحت لهمش يمشي بالمايو كاع او كاش مايو في ديك الجهه، ولكن باش بالديباردور والشورت بما ان ذاك المكان السياحي. قالت لك انا سمحت لهم، يعني هذا تعني ان لبنان ما تسمح لهمش يتجاوزوا في اللبس في بعض المناطق معينه في اللبس ديالهم. سميتو انا يلبسوا بالشورت ولا يلبسوا ديباردورات ولا كتافهم معريان ولا سليفلس ولا شي حاجه من هذه الاشياء، يعني تتشدد معهم. وهذه هي شو داك التشدد اللي شددت معهم لبنان، وكي الاب خدات دور الاب وبدات خصكم تتزيروا، خصكم ديروا، راه حنا غيبنا عيالات بوحدنا، حنا غير بنات بوحدنا، ما بغيناش الناس يهضروا، انت لبسي ما تزيريش وانت كذا وانت دخلي بكري وانت واش هذه هي التجاره في البشر؟ التجاره في البشر واش هي اللي بغات تستر ما صلى الله تتقول الام تتقول الام تقول الام الله يهديك سري بنتك وسيري لا ديري شي خبره ولا شي حاجه بينك وبينها، رغم ان انت باغيه ديري الخبره وانت عارفه بنتك شنو فيها، تضحكي عليها من علينا حنا عارفين كلنا، انت وانت عارفه وانا عارفه. الا بغيتي تضحكي على السلطات وتتمثلي عليهم انك ما كنتيش عارفه وباغا ديري ديك التمثيليه وانت متاكده، ما عرفتي كانت متاكده كان فيها تطلع فاتي حتى هي ماشي بنت. اذا ولا واختارت البنات بجوج وبانورا نجاوبك قلتي كان طلعات البنت صاينه، فغادي نقولوا انه خبر يعني شكايه كيديه. لا الحبيبه ديالي، راه هي طالبات بان جوج بنات يمشيو للخبره وبغات تطمن على بنيتاتها واش كيما ولداتهم، وبما انها عارفه غادي يسرى طايحه في الفخ طايحه في الفخ، وعارفه ان فاتي عندها 99% انها صاينه. علاش 99%؟ خديت 1% اللي سبحان الله اعلم شنو فهمتي، وان ما يمكنش تهم جوج بنات بجوج. بغات تعرف المغتصب، بغات تعرف بناتها في هذاك الوقت اللي كانوا مع باهم وما كانوش معاها. علاش شكون ضربك على يدك ما يكونوش معاك بعدك، او تصيفطيهم له بخاطرك برياحتك، ما اختلفنا، كتب عليك الله وصفتيهم وانت عارفه بنتك راه ماشي بنت، وربما البنت الاخرى حتى هي تمشي نفس المسار اللي مشات به بنتك اللي انت عارفه شنو كاين، وجات قالتها لك ما عليناش. اي تانتي هضري تانتي، وهي قالت لك شوف سمع قالت لك تدي بحال الرنات ديال التليفون. ايوا يا سيدي. ومن بعد نشوف من بعد شويه قالت لك لا كانت طلعت واعره، طلعت فاتي صاينه، يعني فاتي ماشي بنت، ماشي قاصر، ماشي تشوهات بها، ماشي تعرضت للخبره مشات للطبيب حتى هي وكان عندها الشهاده والشهاده تقدمت للوكيل الملك وطلعت صاينه. اذا على الاقل شهاده كيديه من ناحيه البنت فاتي. الاخرى قالت لك كانت طلعت صاينه، الاخرى هذا دليل، زيد عليه ان دليل انها مستقصده يسرى لانها عارفاها وقالتها بفمها، ما قالهاش شي حد، قالتها بفمها.